منرجع لمصر وتحديداً لنجمة قدمت خلال مشوارها الطويل بالإذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما الفن الرصين والهادف، وكرمت وأضاءت للفن المصري بأعمالها المشرفة وبثقافتها العالية وتجربتها الواسعة. بدي أطلب من الإعلامية ندى أندراوس عزيز والإعلامي الدكتور جمال فياض يلاقونا على المسرح تيكشفوا عن اسم المكرمة. مساء الخير. مساء الخير من قلب لبنان يلي بده يضله نابض بالحياة وبالأمل وبالنجاح. مساء الخير من لبنان يلي هو طائر الفينيق بيضله يحلق بالعالي ولا ممكن شي يكسره، ويلي بيحمل على جناحه كل العالم وكل المجتمعات والرجل والمرأة. ومساء الخير للسيدة يلي بدنا نكرمها الليلة ويلي هي بتمثل وبتجسد صورة المرأة العربية الرائدة الناجحة المثقفة واللي أثبتت إنه المرأة تقدر وقت بدها وما في شيء بيلغيها. مساء الخير. يمكن في كتير اشياء مشتركة بيني وبين الدكتور هراتش، لكن أبرز شيء مشترك بيني وبينك حبنا لمصر. أي مكان وأي احتفال ما في مصر يعني في شيء ناقص، فهالمرة مكملة بالفنانين المصريين وبحضور مصر وجمال مصر وإبداع مصر وعظمة مصر. بعتقد اليوم نحن مش بس عم نكرم هذه الفنانة الكبيرة، كمان عم نكرم الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن بنفس الوقت. ببداياتها كرمها الرئيس العظيم جمال عبد الناصر، ومؤخراً كرمتها مصر كلها لما تعينت عضو بمجلس الشيوخ المصري، وهذا تكريم كبير يعتبر. أنا ما بعرف كيف بدي أعرف عنك، بس اللي بقدر أعرف عنك إنه إذا كنت أنت والدة أم كلثوم بالمسلسل الشهير، فأنت والدة الفن المصري حالياً وكل الفنانين المصريين. بشرفنا تكوني معنا الفنانة سميرة عبد العزيز. أهلا وسهلا فيكي. ربنا يا ابني يسعدك ويحنن قلبك كمان وكمان. فضل يجري يجري عايز يصحح المسار، والآخر تعب ما قدرش يكمل. يا بنتي هي الدروس دي ببلاش، وانت عارفة معاش ابوكي على القرشين اللي بيطلعوا من البيت يا دوب بيكفونا بالعافية. تمشي تروح فين يا شوي؟ ناوي تسلم ياك وبعدها لك يعني هتفضل كده صبح وليل خبط ورزق؟ مين مزعلك هنا وانا اعمل لك معاه الصح؟ مفيش يا ابن زكريا. متشكرين يا سيدي. شكراً لبنان، لبنان الفنان الجميل، بلد جميل والفن فيه أجمل. شكراً دكتور هراتش على المبادرة اللي انت عاملها على الفن الجميل. أنا من زمن الفن الجميل وقفت قدام يوسف وهبي وقدام عماد حمدي وقدام شادية وفاتن حمامة، واشتغلت مع الناس العظام دول اللي عملوا لنا فن جميل. فأنا بعتبر نفسي من الفن بتاع زمان، وبعمل جهدي دلوقتي على إن لازم يبقى الفن جميل. ما بقبلش أبداً يطلع فن ضعيف يعلم شبابنا حاجات مش كويسة. بعترض وبلغي وبعتذر عن الأعمال اللي أشوف إنها ضد المجتمع وضد بلدنا العربية اللي لازم يبقى شبابها وكل أفرادها على أخلاق كريمة وحميدة وسلوك صح مش سلوك غلط. أنا بشكر لبنان وبشكر الدكتور هراتش على المبادرة،
وعلى الحفلة الجميلة دي اللي احنا فيها، وشكرا على الكلام الجميل اللي قلتوه عليا. شكرا.